عاملين ايه يا جماعه؟ احنا بقينا عايشين في عالم الناس كلها مستعجله. يعني انت زمانك قلبت الفيديو ده خلاص، اللي هو 4 ثواني ايه اللي بعده. اه والله كلنا مستعجلين وكلنا مش طايقين بعض. جرب افتح اي بوست ولا اي فيديو في اي حته، هتلاقي كل الكومنتات ناس قاعده بتكره في بعض وبتتخانق مع بعض. وللاسف المشكله مش ان ده حاصل، المشكله ان احنا طبعنا مع ده، بقينا شايفين ده طبيعي، ما جربناش ناخد وندي مع بعض. وانا مش قادر الوم الناس على ده، لان في النهايه الناس مش قادره ومحدش لاقي ياكل والناس عايشه بالعافيه. يعني وده بينطبق في اي حته في العالم. انا بكلمك وانا مهندس في كندا، لسه كلاينت بعت لي بيقول لي الشركه اللي انتوا شغالين معاها دي احنا كنا متفقين على حاجه ما عملوهاش وانا اضطريت ادفع $15,000، وال $15,000 دول انا عايزهم بقى. رحت انا بعت ايميل للشركه دي قلت يا جدعان هو مش في اتفاق، انا عايز ال $15,000. راح الراجل اللي في الشركه ده بعت لي ايميل قال لي ولا انا في اجازه دلوقتي ما تقرفنيش، اما ارجع ابقى اشوف ايه اللي حصل، ولو ليك فلوس هديها لك. انا في الاول اللي هو يا ابن الكلاب انت بتكلمني انا كده، ده انا همسكك. بعد كده اللي هو ايه، يعني خدت الموضوع على نفسيتي شويه. بعد كده قلت هو انا قافش قوي كده ليه؟ يعني انا وهو مش طايقين بعض وقاعدين نتخانق، والراجل يا عيني بيحاول ياخد اسبوع اجازه من وسط العبوديه اللي احنا فيها، وماسكين في خناق بعض عشان $15,000 لحد تاني. ينعن ابو دي شغلانه. وهي دي بقى الفكره، ان احنا كلنا لازم نفضل كارهين بعض، مع ان لو خدنا فرصه وخدنا ودينا مع بعض وعرفنا بعض هنكتشف انه بعيدا عن الدين وانت مؤمن بايه، بعيدا عن انت من انهي بلد، بعيدا عن لونك ايه، شكلك ايه، اي حاجه، لو عرفنا بعض هنكتشف ان احنا شبه بعض اكتر ما احنا متخيلين بكتير. وان في النهايه بغض النظر عن كل شيء كلنا عايزين نفس الحاجه، وهي النسوان. ارجع لاي زمن انت عايزه، كل الحياه بتتلخص في الرجاله بتحاول تثبت ذاتها عشان الستات. بس طريقه ده هي اللي اختلفت. يعني زمان كانت الرجاله بتتعامل مع الستات ان هي ملكيه، انا عندي شقه وعربيه وست، وكل يوم لما ارجع من الشغل في عضو من اعضائي هيمد ايده على عضو من اعضائها. ده كده كده هيحصل. لكن هي بناء على انا حصل لي ايه في الشغل. لو انا شغلي كان تمام والدنيا جميله فانا حاسس بذاتي، يبقى الاعضاء الطبيعيه عادي والدنيا جميله. لكن لو انا في الشغل وبعت لي ايميل قال لي انا واجازه و15,000 وكده، يا ابن الكلاب، يبقى لا يرجع بقى البيت ولا تعالى يا بنت هو ده اللي فتمام. تمام. ولكن تقدمنا بعد كده وعرفنا ان دي انسانه وان احنا متخلفين وفي حاجه اسمها مساواه، وان انا انسان وهي انسانه ونعيش زي بعض. بس الفكره فضلت زي ما هي، مفيش حاجه اتغيرت. في مدينه هنا في كندا اسمها فانكوفر. المدينه دي تعتبر من اغنى المدن في كندا، ممكن تكون من اغنى المدن في العالم. وهي معروفه بحاجه عنصريه قوي، معروفه ان هي المدينه اللي الناس الصينيين بيشتروا فيها بيوت كاش. يعني حاجه غريبه، لان هنا كل الناس بتشتري البيوت بالقسط. زي كده في مصر لما الانسه ميرنا تكلمك تقول لك ايوه يا فندم انا عندي شقه في زايد 3 متر ب 600 مليون جنيه، مقدم 90%، والباقي تديهوني في كافيهات في التجمع، ايه راي حضرتك؟ وانت طبعا معاك 4 جنيه في البنك بس تقول لها ايوه قولي كمان يا ميرنا، مفيش حاجه اكبر شويه تساعدنا انا وانتي. فاهم؟ هو نفس بس ما علينا. فهو ده المبدأ هنا في كندا. ولكن رغم ان المدينه دي من اغنى المدن في كندا حاليا، الوضع ما كانش طول عمره كده. من 200 300 سنه حصل طوفان كبير قوي في فانكوفر، بهدل الدنيا. البيوت كلها اتهدت والشوارع باظت وكل حاجه والصرف باظ، كل المدينه باظت. وفي الوقت ده ظهر بطل او بطله انقذت المدينه. عملت ايه؟ فتحت كباريه. اه والله. وهي بقى كانت شغاله رقاصه في الكباريه ده، وفتاه ليل بعد شفت الرقص في الكباريه. ومن خلال دخلها من الشغلانات دي انقذت المدينه. هي كانت بتصرف على المدينه، بتاكل الناس وتشربهم، بتبني البيوت تاني، بتصلح الطرق، كل ده. وسواء انت اختلفت او اتفقت مع اللي هي بتعمله، فمش هتقدر تنكر ان هي فعلا بطله، لانها انقذت حياه ناس كتير قوي ورجعت البلد دي تقف على رجليها. ولولاها ما كانش زمان فانكوفر هي من اغنى المدن في العالم حاليا. فاحنا لازم نتقبل ده شئنا ام ابينا. وشيء جميل ان الناس افتكرتها بالطريقه دي ان هي فعلا بطله. ولكن ده كان ايام ما الناس كانت طيبه. دلوقتي بما اننا في الزمن بتاع كله بيكره كله،
انا بصيت للموضوع بطريقه مختلفه. بصيت لفكره انه شوف ان رغم ان احنا في وقت بيوتنا مهدوده ومش لاقيين ناكل وحالتنا كرب، برضه بنصرف فلوسنا على النسوان. يعني وانت فاكر ان هي من الكباريه وفتاة ليل صرفت على المدينه ازاي؟ ما هو لازم في بهايم زيي راحوا دفعوا لها فلوس. فده شوف مش فارقه. اطلع يا سيدي لحد النهارده ل 2026 هتلاقي واحده منزله بوست بتشكر الفانز بتوعها ان هي جمعت $1,000,000 في اول يوم ليها على اونلي فانز. طبعا انت غالبا دلوقتي هتسالني يعني ايه اونلي فانز او يعني ايه $1,000,000. وفي الحالتين اقول لك مش مهم، لان انت لو معاك $1,000,000 هتلاقي طريقك لاونلي فانز، ولو لقيت طريقك لاونلي فانز هتخسر $1,000,000. فهي مش فارقه. بس نفهم ان احنا رحنا لفينا جينا، انت محطوط جوه دايره ان انت عايز تظبط الدنيا عشان تبسط الستات. هي بالبساطه دي لما هم فهموا ان ده كل هدفنا في الحياه، نثبت ذاتنا عشان نبسط الستات، اكتشفوا ان طب ما احنا لازم نتحكم في ده كمان. وده اللي خلى حاجه زي اونلي فانز تظهر، وده اللي برضه خلى حاجه زي ان تعال شوف اي مسلسل او ماتش او في اي حاجه هنا على التلفزيون في امريكا او في كندا والناحيه دي من العالم عامه، كل الاعلانات هي عباره عن فاست فود، ماكدونالدز، كنتاكي بقى كان، وراه على طول اعلان لتعالى خد الحبايه دي عشان تخسسك، وراه على طول اعلان فياجرا. فاحنا بنلف في الدايره بتاعه ان انا هعيشك في ده، انا هرضي اللي انت عايزه، تعالى استعبدك، وبعد كده تعالى هات الفلوس اللي انا اديتها لك اما استعبدتك نصرفها على الثلاث حاجات دول. والموضوع بقى بالبساطه دي. وبقى نفس الشخص الحقير ترامب اللي احنا كنا بنقول هو انت مال اهلك باللي بيحصل في فلسطين، وانت مال اهلك وتتدخل ليه والكلام ده كله، وهو يقول لا انا عايز نوبل للسلام عشان انا حلت لكم المشكله. بقى هو نفس الشخص اللي احنا بنتمنى ان هو يتدخل في ايران عشان يحل المذبحه اللي بتحصل هناك، عشان في ناس بتموت كل يوم ومفيش حد قادر يعمل حاجه، وبقى الامل الوحيد ان شخصيه وسخه زي دي متحكمه فينا هي اللي توجد الحل، لان احنا ما عندناش حل تاني. لكن لو تسألنا انا الحل بسيط جدا. هاتوا يا جماعة واحدة ايرانية جامدة حطوها معاه في السرير، الموضوع انتهى. هتقول لي انتهى ازاي؟ اقول لك ما انت بعدها على طول هتقوم سامع 4 ثواني ايه اللي بعده. بس هيقوم هو حاسس في نفسيته الموضوع، يقوم طالع على ايران وتشتق. سهلة.